حبايبي حلوين، يا رب تكونوا بهنا وخير وصحة وسعادة. جيت لكم النهاردة بروتين جديد، روتين في حياة طبعا زي ما انتوا شايفين كده أستاذة سيليا عمالة تصوت من ساعة ما صحينا وهي مهيبرة قوي النهاردة. فربنا يهديها كده عليا علشان عمالة تزن. فحبيت ان انا اصحى كده، صحيت النهاردة الساعة 11 انا وهي، فحبيت ان انا اعمل كده فطار معاكم. فطرت شاي بلبن، وعملت كمان كان عندي فينو، فحشيت الفينو بالجبنة. و حبيت بقى ان انا بعد ما افطر اشوف ايه اللي ورايا وايه اللي انا المفروض ان انا اعمله في يومي. فعملت كده كذا حاجة، بس روتين النهاردة هيبقى سهل شوية. فتابع معايا الفيديو، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله، وتكتبي لي كومنت حلو زي كده علشان انا بفرح بكل الكومنتات. وبجد شكرا قوي قوي، انا مش عارفة بجد اقول لكم ايه على الكومنتات العسل اللي زيكم. بجد والله يا بنات، يعني بنات بقى او شباب بيتابعوني. فبجد ربنا يدومكم في حياتي، وشكرا جدا للكلام الحلو اللي انتوا بتقولهولي. بصراحة انتوا بتشجعوني، فلكم المثل ان شاء الله بإذن الله. وبحبكم جدا، هو ده اللي انا هقدر اقوله. فصبيت كده بعد كده يا بنات اللبن، وقطعت جنبه خيار، وكان عندي زيتون برضو. فحطيت جنبه كده زيتون، وابتديت ان انا افطر. وفطرت برضو سيليا، عملت لها سريلاك بس ما صورتش بصراحة. وبعد كده كان معاد دش سيلة، فطلعت لها هدوم وحمتها، وبعد كده سرحت لها. يعني بصوا يا بنات، كيوت خالص والله، يعني عسل قوي. انا سرحت لها كده تسريحة لذيذة، وهي ما شاء الله بقى شعرها طويل شوية، فالتسريحة ثبتت كده معايا، فكان شكلها قمر قوي. كان طبعا بعد ما كلت ولعبت شوية، فحبت ان هي تاخد قيلولة كده، فنيمتها وابتديت بقى ان انا اشوف ايه اللي ورايا. كان عندي غسيل كنت غسلاه قبلها بيوم، فطبقته وهتشوفوا برضو هطبقه معاكم. وبعد كده هيبقى عندي وقت الغدا. يعني هو احسن حاجة بصراحة اني انا نيمت سيليا، علشان يا بنات انا بصراحة ما بعرفش اعمل حاجة منها خالص. طول ما هي صاحية هي بتبقى عايزاني ان انا افضل جنبها، حتى لو هي بتلعب بتبقى عايزاني قاعدة قدام عينيها. انتوا فاهمين؟ معرفش ما يعني كل العيال كده مع امهاتها ولا معايا انا بس سيليا. بس انا شفت كذا عيل، يعني من عيال اختي ومن عيال خالاتي والكلام ده كله بنفس الطريقة دي. يعني بجد بيبقى العيل شبطان في امه وبيفضل قاعد على طول قدام عينيها، ومش عايزها تتحرك من جنبه. بس طبعا احنا على قلبنا زي العسل، ويا رب يفضلوا كده لازقين فينا على طول طول العمر يا رب، ويحفظهم لنا ويخليهم لنا يا رب. واللي لسه ربنا ما رزقهوش ربنا يكرمكم بالذرية الصالحة يا رب. وتملوا كده البيت كله ولاد وبنات وبس، وتتجننوا بسببهم كده زينا، وتشدوا في شعركم علشان تعرفوا ان التربية مش بالساهل، وان انت تجيبي عيل دي بجد بجد مش بالساهل برضو ان انت تربيه. بس طبعا كده كان عندي طبعا الغسيل كان بتاع سيليا ومحمد، فانا كنت مطبقة هدوم سيليا. يعني اصلا يا بنات يعني هدوم سيليا بتطبق وهي بتتلم، فاهمين؟ من كتر ما هي لسه هدومها صغنونه، فانا بكسب وقت، ولما بلمهم من على الحبل بفضل ان انا اطبق فيهم وانا في البلكونه كده. فبس كانت هدوم محمد هي اللي كانت عايزه تطبق يعني، فطبقتها وبعد كده حطيتهم في الدولاب. و بعد كده جبت الشرشوبة ولمعت الأرضية بتاعت اوضه النوم كلها، علشان خاطر انا كنت غاسله السجاد امبارح، وانتوا طبعا شفتوا ان انا كنت غسلاه يعني معاكم، فنشف.
سبته ان هو ينشف براحته طبعا لحد ما هو نشف. وقلت اما لمع كده الارضيه، انا كنت قبليها برضو مسحه يعني الاوضه، بس قلت بحيث مثلا ممكن تراب كده انا خدته مثلا من الصاله على الاوضه، فحبيت ان انا المعها وبعد كده احط السجاد كله بتاع الارضيه يعني، وهرش معطر وهيبقى بس كده الأوضة عندي خلصت وزي الفل ومتلمعة. بصوا يعني حاجة كده ريحة حلوة، يعني هتشموا بجد ريحة حلوة. فزي ما انا بقولك امي انت كده خلصي حاجتك بايدك علشان خاطر ما فيش حد هيقوم يعمل الحاجة دي غيرك انت، فربنا يعين كل واحدة كده. وان شاء الله باذن الله هتتشجعي كده مني وهتقومي تخلصي حاجتك. ولو انت بجد تعبانة عادي ممكن تأجلي حاجتك ليوم تاني، بس مثلا ممكن تعملي حاجة بسيطة وتريحي لليوم اللي بعده وهكذا. يعني بقولك ما تطحنيش نفسك في يوم واحد تعملي كذا حاجة، لا طبعا. كل الامهات يا جماعة وكل الستات بتوع البيوت ما بتعملش الشقة مرة واحدة. يعني انا ما بقولكيش امسكي نفسك اطحنيها، ليه بقى؟ لان انت لو مسكتي شقتك عملتيها مرة واحدة بجد انت هتتعبي، وتاني يوم مش هتقدري يبقى عندك طاقة ومكسلة على طول، وهتقعدي بتاع 3 ايام 4 ايام مش قادرة تعملي اي حاجة. حتى الاكل اللي انت المفروض ان انت تعمليه مش هتقدري تعمليه. بس كان عندي طبعا وقت الغدا، فكنت عاملة شوية كشري كده يا بنات، يعني بجد يستاهلوا بقكم والله بجد، يعني كانوا تحفة وكانوا جمال قوي. فكنت عاملة جنبيها برضو دقة وكنت عاملة شطة، فكان ولا يا ولا يعني. بس بعد الغدا طبعا كان عندي شوية مواعين كده شوية بنات مش عاركة يعني هما بس شوية، فحبيت ان انا كده اخلصهم وانجز نفسي، وبعد كده بقى ايه اريح او افصل كده واقعد بقى ايه مع نفسي على تليفوني ومعايا بنتي. هو ده اللي انا عايزاه، مش اكتر من كده من الدنيا. يعني الحمد لله الحمد لله على نعمة الاطفال. بجد سالية بتاخد نص وقتي او كل وقتي معاها، ودي حاجة بصراحة مفرحاني ان هي على طول قاعدة معايا كده انا وهي. يعني ان شاء الله باذن الله هنبقى اصحاب، مش هنبقى ام وبنت. يعني باذن الله ان شاء الله لما سالية تكبر كده هنبقى احنا الاتنين ان شاء الله صحاب، مش هعملها ان هي بنتي والكلام ده كله. بس فهي دلوقتي يعني متعلقة بيا وانا بصراحة برضو متعلقة بيها. فالحمد لله الحمد لله على نعمة الذرية الصالحة. بس وربنا يرزق كل مشتاق، هفضل اقولها من هنا للسنة الجاية علشان ان شاء الله باذن الله يقبل دعوتي وربنا يكرمكم كلكم. بس لو انت لسه متابعة لحد هنا ما تنسنيش بلايكك الجميل والاشتراك في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش، وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. وفرضا وليس امرا يا بنات، انت اللي بتعملي كده بايدك علشان انت حابة ان انت تعملي كده، انا ما بأمركيش خالص. بس طبعا كان عندي المواعين خلصت الحمد لله يعني. وحبيت ان انا اعمل الحوض كده بعديها، وغسلت برضو البوتاجاز علشان كان متبهدل قوي، وعملت برضو العيون بتاعتها كده وحبيت ان هي تتصفى براحتها. وانا مش عارفة يا بنات، هو مش احنا مفروض ان احنا بقينا في شهر 9 وخلاص في نص 9، مفروض ان الجو كان ابتدى ان هو يبقى جميل كده وفيه انتعاش والجو يبقى مسقع شوية؟ لا، النهارده الجو حر جدا جدا جدا. يعني كمان انا بصوا يعني عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش قادره ان انا اقف في المطبخ، وان انا كمان ما شاء الله عليا يعني حبيت ان انا اعمل كشري النهارده وهو اليوم حر والكشري بياخد وقت، فبجد بجد ما شاء الله عليا. فقولوا لي ان انت شطوره ان انت عملتي الكشري وان انت وقفتي في الحر ده. فبس كده حبيت بقى ان انا كافئ نفسي واعمل كده كوباية عناب معتبرة بالتلج. وانتوا طبعا عارفيني ان انا بحب اي حاجة تبقى ساقعة تبقى متلجة مش ساقعة بس، فزودت عليها طبعا التلج.
انا بعمل يا بنات العناب بالكركديه العادي، وبحطها في قلب الازازه، وما بحطش عليها سكر خالص. وقت ما بكون عايزه في الكوبايه بحط السكر وبحط عليها التلج وبس كده، يكون الروتين بتاعي خلص. استنوني في فيديوهات تانية كتير وروتينات حلوه زيكم، وبحبكم قوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.